يا جمالك يا قطايف ميرو. طبعا سامعين صوت القرمشه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايب ميرو؟ عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بالف خير. فيديو جديد ويلا بقى يلا قطايف. هنديها النهارده قطايف، هنعمل احلى عجينه قطايف ان شاء الله زي السنه اللي فاتت ما عملناها وطلعت ناجحه وكميه كبيره ومن غير اي افتكاسات ولا مكونات خزعبليه ولا مش عارفه ايه ولا. بقول لكم ايه، تعالوا نشوف الفيديو. حطوا لايك، واللي لسه ما اشتركش مع السفيره اميره يشترك وينورني. وكل سنه وانتم طيبين جميعا يا حبايبي، احلى متابعين في الدنيا، ربنا يخليكم ليا، احلى واجمل متابعين في الدنيا. يلا النهارده هنعملها بمنتهى البساطه. هاتي بس كوبايتين دقيق وهاتي كوبايتين ميه. بس يا ميرو بس والله. هاتي دقيق وميه وتعالي نعمل احلى عجينه قطايف من غير اي تعقيدات. يلا تابعوني. يلا نشرح ونقول بس لما تصلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. عملتها 3 سنين معاكم في القناه، وكل مره كل سنه بتطلع احلى من السنه اللي قبلها بفضل الله. انا قلت لكم هاتوا كوبايتين دقيق، لكن انا هزود شويه لان احنا اللهم صل على النبي اللهم بارك، انا ببقى ضامنه جدا وعارفه جودتها وجمالها وضامنه النتيجه، فطبعا بناكل نصها قبل ما رمضان يجي صحه وعافيه على قلب حبايبي. فانا هجيب الشفشق بتاع الهاند بلندر ده هاشتغل فيه خلاص، وهزود كوبايه بقى من عندي علشان زي ما بقول لكم كده بنحبها. هحط في الشفشق بتاع الهاند بلندر 3 كوبايات من الدقيق، اي دقيق متعدد الاستخدامات. انا مستعمله دقيق الضحى، انت ممكن اي دقيق. هنزل بذره الملح بتاعتي ومعلقتين من السكر خلاص، وكمان معلقه صغيره خميره. وهقول لكم سر جمال القطايف وسر التسويه وازاي ما تفتحش وما تشقش منك وكل حاجه هنقولها مع بعض. معلقه صغيره بيكنج باودر، يبقى ال3 كوبايات دقيق دول يا ميرو حطيتي عليهم ايه؟ حطيت ذره ملح، وحطيت معلقتين سكر، معلقه صغيره خميره، معلقه شاي صغيره خميره، معلقه صغيره زيها بيكنج باودر. تمام، دول نص كيلو دقيق، 3 كوبايات نص كيلو دقيق. قصادهم قلبت المكونات الجافه دي، وقصادهم هياخدوا 3 كوبايات من الميه الدافيه. خلاص يا حبايبي، تقدري لو ما عندكيش هاند بلندر تعمليه في شفشق الخلاط، يعني تضربيها في الخلاط، تقدري تضربيها على ايدك في الكبه في اي اداه، المهم تعجنيها لي كويس جدا، تخلي لي العجينه بتاعت القطايف دي ناعمه وسايله وما فيهاش كتل خالص. انا هفضل انزل واحده واحده كده شويه بشويه في الميه اللي في الشفشق دي، وافضل اضرب ايد بتنزل الميه وايد بتضرب بالهاند بلندر. وده مش الهاند بلندر نفسه، ده عندي انا المجموعه دي اللي هي الكبه بالهاند بلندر فيها مضرب زي خافق كده زي مضرب الكهربائي. تمام، فعندك برضو مضرب كهرباء شغال، خلاط زي ما بقول لكم حتى بايدك باي حاجه. لكن لو هتضربيها على ايديكي بالويسك او بالمضرب اليدوي يعني السلك ده، لازم تصفيها، لازم تجيبي مصفى وتصفي الخليط بتاعك ده عشان تتفادي ان يكون فيه اي كتل اتكونت. بصوا حبايبي، انا كميه القطايف دي كلها ان شاء الله باذن الله هعملها قطايف حلوه، يعني مش هحشيها جبن ولا بسطرمه ولا مثلا لحمه مفرومه ولا حاجه، انا هحشيها كلها مكسرات. فحطيت على الخليط بتاعي ظرفين من الفانيليا. لكن لو انت عارفه ان القطايف بتاعتك هتشتغلي بيها حلو وحادق، ما تضيفيش الفانيليا من البدايه. انا ضفت الفانيليا لان انا مش بحب القطايف بصراحه المحشيه جبن او المحشيه لحمه مفرومه. يعني افضل بقى ان انا لو هعمل بقى بالمره هحشي كده، لا يبقى سمبوسك افضل. مش بحب القطايف محشيه الا مكسرات، القطايف عندي يعني حاجه حلوه. بصوا بقى سر من اسرار، ما تسيبيش القطايف بتاعتك دي او عجينه القطايف دي تخمر كتير، لا، هي ربع ساعه بالظبط، ما تسيبيهاش تخمر كتير، ربع ساعه بالظبط او 10 دقايق. طاسه جرانيت على النار او تيفال، حاجه ما بتلزقش. هنزل بكميه القطايف بتاعتي، والنهارده بقى السنه دي عملتها في الازازه. جبت ازازه بتاعت ميه معدنيه، وخرمت الخرم بتاعها بمسمار، سخنت مسمار على النار وخرمت ايه الغطا. مش قادره اقولك في 5 دقايق وانت واقفه لو عامله 10 كوبايات دقيق هتنجزيهم هوا. معلومه كمان في التسويه بقى، بتبقي الاول معليه النار لغايه ما تسخني الطاسه بتاعتك. اول ما النار تحسي ان الطاسه سخنت قوي،
هدي بقى النار علشان القطايف معاك تستوي على نار هاديه، مش عايزينها تاخد لون من تحت. بشوف ناس بتسوي القطايف يا جماعه بيخلوا ظهرها لونه مسود كده او محمر. لا حبايبي، هي لسه هتنزل تتقلى في الزيت لما تتحشى. فايه الداعي ان احنا من البدايه نعملها على نار عاليه ونشعوطها ونخلي لونها من تحت غامق؟ لا. القطايف شايفين الجمال، شايفين نجاح العجينه؟ اول ما تلاقي القطايف بتاعتك خرمت من فوق كده، طبعا إيه دليلك ان هي استوت؟ ايه الدليل؟ لما العجين كله البياض ده يبدأ ياخد اللون دون يفتحي كده، تلاقيها استوت على طول. اول ما تحركي بالسباتيولا على طول تطلع معاكي، ما تسيبيهاش لما تاخد لون من الارضيه من تحت. طبعا زي ما كلنا فاهمين القطايف مش بتتقلب على وشها. يعني بصوا اهو، فرشه فوطه طبعا بتاعت مطبخ نضيفه جنبي على البوتاجاز، شايفين الجمال؟ وعلى طول اللي يطلع انقله على الفوطه، اللي يطلع هو ده عجينه القطايف الصح يا جماعه. تخلوهاش تاخد لون منكم ابدا. واحلى احلى احلى تسويه بجد بامانه هتاخديها. طبعا لو عندك حاجه تيفال يعني ماشي شغال، لكن الجرانيت بيخليه تحفه. طبعا مع الشغل بقى، مع كتر الاستمراريه يعني، انا ايديا خدت بقى وانا واقفه. وما شاء الله الاول بدات اعمل اتنين تلاته اربعه خمسه، لقيت نفسي بملى الصينيه. طبعا دي مش طاسه، دي صينيه كبيره، صينيه جرانيت كبيره. فخدت مني ما شاء الله اهو بتعمل بالتمانيه. عايزه اقول لكم ان 3 كوبايات الدقيق دول عملوا لي اكتر من كيلو قطايف بشويه، يعني كيلو فيما فوق كمان. شوفوا بقى كيلو القطايف وصل لكام؟ ما اعرفش، اخر مره انا جايباه ب 40 جنيه السنه اللي فاتت. ما اعرفش السنه دي بقى عشان الدقيق غلي هيبيعوا كيلو القطايف بكام. ومش بالنظافه ولا الجمال ده ابدا. بصوا يا بلاش، ومفيش اي اضافات، مفيش اي اضافات. شايفين العجينه تتاكل نيه، قسما بربي انا كنت باكلها نيه من جمال الريحه. بس انا اولادي جم المدرسه داخلين بيقولوا لي ماما انت بتعملي ايه؟ يعني بصوا العجينه رغم ان هي ميه ودقيق وشويه خميره وشويه بيكنج باودر وبتاع، بس حطي كيسين فانيليا وانتي هتشمي ريحه خطيره وهي بتستوي. بجد 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 بدل هتعمليها كلها بالشربات، يعني هتعمليها كلها تحشيها مكسرات وتعمليها صنف حلو، حطي في العجينه فانيليا. قد ايه بتفرق في ريحه القطايف؟ شايفين؟ ولا معجونه باللبن ولا حاطين عليها بيض ولا حاطين يحزنون، هي ميه ودقيق. 3 كوبايات دقيق يعني نص كيلو دقيق ب 10 جنيه. اتفرجي على الكميه في الاخر، مش قادره اقول لكم. اعملوها بالطريقه دي بجد اجمل طريقه لعجينه القطايف. واعملوها كمان بالافتكاسه دي، يعني هاتي ازازه عندك كده، اشتريك ازازه ميه معدنيه حتى لو ما عندكيش ب 3 جنيه، واشربيها كده ورطبي على قلبك يا شابه وخديها حطي صبي فيها. طبعا بتضغطي، وكل مره لما بتخلص الازازه السائل اللي في الازازه خالص العجينه يعني، بقوم مزوده من الشفشق بتاع الهاند بلندر. كل مره بتعملي فيها تنزلي بالعجينه لازم ترجي الازازه. بصوا دي كانت اخر كميه معايا. القوام بتاعك يكون لا تقيل ولا خفيف. 3 كوبايات الدقيق دول اخدوا بالظبط بالظبط 3 كوبايات من الميه الدافيه، يعني الفتره كده. بوريكم اهو الفكره علشان انا ما وريتهالكوش في المقطع الاولاني. خلاص، يبقى قلت لكم التسويه، وقلت لكم الاداه اللي انا استعملتها، وادي المقادير عندكم. ان شاء الله تعملوها وهتعجبكم جدا. بصوا طبعا فردتها على فوط مطبخ كده، ولما هدت رحت حطاها كلها، شايفين من ورا ما فيهاش فراغات من ورا خالص. هو الفقاعات اللي التخريمات اللي من قدام دي لازم، ده دليل على نجاح العجينه. انا عملت 3 مقاسات، عملت كبيره ومتوسطه وعصافيري. اللي بتحبي بقى تشتغلي بيه اشتغلي بيه. طبعا العصافيري دي بتذلني شويه في الحشو فما عملتش منها كتير بصراحه. خلاص. طبعا احنا كنا عاملين الشربات بتاع القطايف والكنافه في الفيديو اللي فات، وكمان كنا مجهزين في نفس الفيديو الحشوات بتاعه القطايف والكنافه. قد ايه بقى بتبقى سهله عليكي الحكايه، قد ايه. تخيلي بقى كمان لما تعملي عجينه القطايف قبل رمضان كده وتحشيها كمان وتعبيها في اكياس في الفريزر يعني. وعملنا كمان العصاير مع بعض، وهسيب لكم كل اللينكات بتاعت الفيديوهات دي في اول تعليق مثبت. الفيديو بتاع الشربات المظبوط هتشوفوا دلوقتي الشربات بعد ما نقليها. ده انا مش هعمل العجينه بس، ده احنا هنحشيها وهنقليها وهناكلها. بقول لكم شايفين
انا حبيت اعمل واحده غامقه علشان اوريكم الفرق بين العجينه البيضه والغامقه. الغامقه دي كمان مش غامقه قوي، ده انا بشوف يعني ناس ناس على اليوتيوب بتعملها من تحت سودا او بني غامقه خالص. طب دي لما تقلوها بقى في الزيت هتبقى لونها ايه؟ بتسود طبعا ومبقاش شكلها شيك. فخلي العجينه من تحت فاتحه، لان كده كده احنا هنحمرها في الزيت، فاوريدي هتاخد اللون الذهبي. خلاص انا هنا بقى استعنت بلوجي، لان اللهم بارك لقيت الكميه كبيره جدا، بقول لكم فوق الكيلو قطايف، الثلاث كوبايات دي دول. رحت قلت لها تعالي يا لوجي بقى ايه انت، احشي لي القطايف دي وقفليها، وانا هروح اعمل حاجه تانية. طبعا السيرفيس اللي هيطلع او الاولاني ده هقليه وهناكله صحه وعافيه، بقول لكم هو ده اللي هقليه. الكميه بقى دي حطيت في كل كيس من دول 13 قطيفايه. انا كنت كل سنه بشيل 10 او 11 او كده، لان مش كله، رغم ان ما شاء الله اللهم بارك من ساعه ما ادهم وادم ما كبروا وهم بيحبوها وبيطلبوها مني كمان، لكن لما كانوا صغيرين ما كانوش بيعرفوا ياكلوها، فكنت بعمل على قدي انا وباباهم وهايدي ولوجي بس، يعني كنت بعمل على ايه، على قد 4 افراد هيحلوا بعد الفطار. خلاص. فكنت يا دوبك كل واحد 2 أو 3، علشان هي ما تتاكلش الا سخنه وطازه. انا القطايف دي لو باتت لتاني يوم انا مش باكلها ابدا ابدا، فبنحبها كده في وقتها. نعمل الشاي او القهوه او حتى النسكافيه مثلا، ونطلع بيه سيرفيس او طبق القطايف سخنه كده والشربات بيلمع فيها، ناكلها صحه وعافيه وهي سخنه. اكتر من كده مش بحبها. بصي بقى لما تيجي تقلي القطايف، اقلي في اصغر كسرولة او اصغر حلة عندك، علشان يبقى الزيت غزير، وهي عايمة في الزيت كده. ما تقليش في شوية زيت صغيرين وطاسة كبيرة مسطحة قد كده. لا، هي دي احلى طريقة لقلي القطايف. طبعا شايفين العسل نازل في شربات القطايف والكنافة، طبعا مخرجاه من التلاجة ساقع، عسل نحل. قسما بالله، بصوا الازازه ساقعه متلجه اهي، كأن لما برد بقى وتقل بقى كأنك بتنزلي في البوله البايركس دي، بتنزلي عسل نحل مش بتنزلي شربات كنافه. خطيره. معلومه تانية بقى، انت بتحبيها مقرمشه زي كده، طلعيها من الزيت، حطيها في طبق وخليها تهدى شويه من السخونيه، وبعدين نزليها في الشربات الساقع، تبقى معاكي مقرمشه من بره وطريه وجوسي من جوه وخطيره. بتحبيها طريه، طلعيها من الزيت فاتحه، يعني ما تشديش عليها في النار كده، ما تخليهاش الدهب الجلد ده اللي انت شايفاه ده، لا، خليها افتح من كده واطلعي من الزيت على الشربات، هتلاقيها طريه معاكي. لو ناس كبيره في السن او سنانها بتوجعها او عندك اطفال صغيره او انتي عموما حتى لو من سننا بس بتحبيها طريه، اعملي كده. احنا بنحبها مقرمشه زي البغاشه. فبطلعها من الزيت، بحطها في طبق الاول، وبعدين اقوم نازله بيها في الشربات البارد. هجيب دلوقتي بوله احط فيها مصفى اهو، وهطلع بقى هنشيل احط في المصفى علشان تصفي لي كل كمية الشربات اللي فيها. هتبقى معسلة وكل حاجة، لكن مصفية شرباتها. مش تيجي تقطمي كده القطايف تقوم باظة منك شربات من كل حتة، لا، مش بتبقى شيك في التقديم، ومش بتبقى لطيفة كمان حتى لو عندك ضيوف او حاجة. ف مش قادرة اقول لكم بقى. طبعا المقطع ده انا كنت حاطه لكم في الاول، بتطبلي عليها بالشوكة او بالمعلقة بتقرقش يا جماعة، بتقرقش. عجينة مظبوطة، الشربات حلو جدًا، جدًا، حشوة طبعًا جميلة اللي جواها مكسرات. فبُصّي، يعني أحلى من 100 قطايف تشتريها من برّه. والله العظيم أنا عمري ما رُحت عند حلواني والّا فطاطري والّا حتى فرن بيعملوا قطايف وعجبتني أبدًا، إلا من رحم ربي. يعني يمكن واحد عند ماما هناك، عند بيت ماما، هو اللي بيعملها حلوة كده. أكيد سامعين، بس مش حاسين بقى بجمال وتحفة التحف بتاع الطعم. والله العظيم خطيرة، مش قطايف بغاشة. افصل يا ابني. اوعوا حد لا سمح الله يقول أميرة طلعت غيظنا ولا حاجة، لا سمح الله. أنا بسمعكوا صوت القرمشة وبوريكوا الجمال اللي عدى الكلام، قسما بالله.
أنا انهارت من جمالها. يعني إحنا يا جماعة أقول لكم إيه، العيال القرشانات الصغيّرين على بال ما اتضيّرت كده كانوا صحة وعافية ألف عافية على قلب حبايبي، كلوا 3/4 السيرفيس ده. يا عيال طب سيبوا لبابا لمّا ييجي يدوق، طب سيبوا لهايدي جاية من طب سيبوا، طب أنا عايزة أعمل فنجان بُصّوا شايفين؟ العيال الصغيّرة من كتر جمالها والله العظيم قالوا لي: "يا ماما إيه الجمال ده؟ إيه الجمال ده يا ماما؟" أنا جِبت لهم رمضان قبل رمضان بكام يوم أهو. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وقومي اعملي اتشطّري واعمليها، حتى جرّبي في كوباية دقيق لو أول مرّة تعمليها، والله ما هتندمي. لايك وشير وسبسكرايب للسفيرة أميرة، وكل سنة وأنتم طيبين يا حلوين. باي، باي.